السلام عليكم. النهارده هجيب لكم كيكه البلح الاسود من احلى الكيكات، بجد طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت البلح الاسود فيه قيمه غذائيه عاليه جدا للاطفال. هنجيب كيلو من البلح الاسود، هنغسله وهنقطعه نصين. هننزل في طاسه بحوالي نص كوبايه من السكر وهنسيبها تتكرمل. هننزل في بوله بحوالي نص كوبايه من الزبده المذابه، كوبايه من السكر، واحدتين من البيض، رشه فانيليا. كل ده هنقلبه كويس جدا لحد لما المكونات دي تبقى لونها كريمي. بعد كده هننزل بحوالي كوباية من اللبن او ان الحليب ويكون دافي. هنقلبه كويس جدا لحد لما السكر كل المكونات تختفي. ننزل بحوالي كوبايتين من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا. طبعا النشا في الكيكة دي بتدي قوام حلو جدا. بعدين هننزل بحوالي معلقة كبيرة من البيكنج باودر وهنقلب في اتجاه واحد. بعد كده بصوا الجمال حلوة جدا. هننزل كمان بمعلقة كبيرة من الخل وهنقلبها كويس جدا. نجيب صينية ندهنها زبدة او سمنة بلدي او زيت عادي. بعد كده لما السكر اتكرمل ننزل عليه بمعلقة كبيرة من الزبدة، وبعدين ننزله على طول في الصينية علشان بيتماسك. نبدأ نوزع القطع البلح وبعدين ننزل عليه بالكيكة. هندخلها لفرن حرارة 180. هتطلع بالجمال ده، بجد ريحتها حلوة جدا وطعمها احلى بجد. اشوفكم على خير في وصفة تانية، مع السلامة.